buenas tardes a todos y a todas, espero que estéis bien. Bienvenidos un día más a vuestro canal para aprender español. هاد السلسلة إن شاء الله غتكون جديدة كيف ما شفتوا في العنوان. غيكون بمثابة الدليل الإداري اللي غينفعك انت كمقيم داخل البلد كيتحدث بالإسبانية باش تقضي الأغراض ديالك الإدارية بلا ما تحتاج المساعدة ديال أي واحد. اذا غادي نحاول نشرح لكم هاد الجيا ادمينستراتيفو واللي غيكون اولا هو كاين نسخه بي دي اف اللي بغى يتحصل عليها يتواصل معي في الرقم اللي غنخلي لكم في الاخير ديال الفيديو. وفي هذا الفيديو بالضبط غنشوفوا الدرس الاول من هذا الكتاب. نبداو. بويس اول درس عنده علاقه بالامبادرونامينتو. اكيد كتعرفوا المصطلح ديال امبادرونارسي وهو حصول على ماذا؟ خليو لي في الكومنتاريوس شنو كاين امبادرونامينتو قبل ما غنبدا لكم نشرحو. بويس اول جمله اللي غتنفعك في هذا المجال هي بويس كييرو، هي اريد. نبدل اللون باش يبان لكم مزيان. كييرو اريد. امبادرونارمي هو التسجيل فاش؟ سكن. امبادرونارمي يعني يكون عندك سكن فين كتسكن. امبادرونارمي فاش كنقولوا كيرو امبادرونارمي دونك شنو خاصك دير باش تستافد من هذا الدرس اولا من هاد المصطلحات؟ ضروري انك توقف الفيديو وتعاود الجمل او الكلمات اللي اول مره كتسمعهم اولا ديجا سمعتيهم وما قدرتيش انك تعقل عليهم. واش كيرو امبادرونارمي هو بغيت نتسجل. Pues, ¿dónde está la oficina del padrón؟ إذا المكان اللي كنمشيو ليه باش كنطلبوا الامبادرونامينتو كيتسمى la oficina del padrón. la oficina del padrón. إذا ملي كنسولو على المكان كنقولوا ¿dónde está la oficina del padrón؟ ¿Dónde está la oficina del padrón؟ نحاول دائما كيف ما قلت لكم وقف الفيديو عاود الجملة أكثر من مرة باش تبقى عاقل عليها. ثالث جملة اللي ممكن أنها حتى هي غادي تنفعكم. Pues necesito un certificado de empadronamiento. Necesito un certificado ¿de qué? De empadronamiento. Necesito un certificado de empadronamiento. إذا شهادة التسجيل في السكن كتسمى certificado de empadronamiento. ¿Qué necesitas؟ نحاول تجاوب من الجملة اللي عندك دابا في الفيديو. ¿Qué necesitas؟ Perfecto. Necesito un certificado de empadronamiento. إلا جاتك هذه الكلمة أنها صعيبة شوية في النطق فكنقسمها بهذه الطريقة empadronamiento. كون أكيد بعد ما غتقسمها بهذه الطريقة غادي تسهل عليك النطق ديالها. هنايا كنسول على الوثائق اللي غادي نحتاج بطبيعة الحال في الامبادرونامينتو فكنسول شنو هما هي كي ماذا ولا ما هي. دوكومنتوس هما الوثائق. كي دوكومنتوس necesito. كي دوكومنتوس necesito. اشنا هي الوثائق اللي غادي نحتاجها؟ اذا في حالة ماشي واحد فيكم باغي الترجمة ديال الجمل باللغة العربية راه كاينين في الكتاب بي دي اف اللي بغى الحصول اللي بغى زعما يتحصل على الكتاب بنسخه بي دي اف كاين الشرح باللغه العربيه باش اللي ما فهمش شي حاجه يكون عنده داك الدليل انه دائما في يدك. حاولوا انكم تخرجوه في الورق باش يكون عندكم دائما. مثلا الا بغيت نقول عندي موعد مسبق، دائما ملي كنمشي لاي بلاصه او اي اداره خاصك موعد. واش كنقولوا tengo cita previa. هي واحد الموعد سابق او مسبق. tengo cita previa ملي كتبغي تقول راه عندي موعد ماشي كتقلب عاد على موعد.
اما في حاله الا كان العكس، انك ما عندكش موعد ويلا جيتي اول مره وباغي موعد، ففي هذه الحاله كنقولوا العكس اللي هي no tengo cita previa. No tengo cita previa. Repite. No tengo cita previa. خذ وقتك، وقف الفيديو، عاود الجمله الاكثر من مره، عاد كمل معنا. مثلا الا بغيتي تعطي مثلا شي هويه ديالك، مثلا هنا عندنا الباسابورتي، غتقولوا راه هو الباسابورتي ديالي. واش dice este es mi pasaporte. Este es mi pasaporte. Este es mi pasaporte. Repite. Este es mi pasaporte. por ejemplo الا بغيتي تقول كنسكن في هاد العنوان، انا ساكن في هاد العنوان، بما اننا محتاجين شهاده كتثبت العنوان ديالنا او السكن ديالنا. اذا اسكن هي بيبو en esta dirección. Vivo en esta dirección. Vivo en esta dirección. Repite. Perfecto. Vivo en esta dirección. مثلا الا بغيتي تسول على الوقت اللي كتبقى هاد الشهاده حتى كتخرج، من النهار اللي كتطلبها حتى كتخرج الشهاده، فاش كنقولوا يعني شحال الوقت كيتعطل، شحال الوقت خاصني نتسنى. سيديفي cuánto tiempo tarda. cuánto tiempo tarda. cuánto tiempo tarda. cuánto tiempo tarda دائما بصيغه السؤال باش كيتعرف انك كتسول، ماشي غير كتقول جمله عاديه. pues cuánto tiempo tarda. cuánto tiempo tarda. مثلا في حاله ما عندكش الوقت انك ترجع لا اوفيسينا ديال بادرون، وبغيتي هذيك الشهاده توصلك في البريد ديالك بلا ما تعاود انك ترجع عندهم وتضيع الوقت وتسمح في الخدمه الى ما غير ذلك. فهنا في هذه الحاله كتقول لهم واش ممكن انني نتوصل بهذه الشهاده عبر البريد الالكتروني. فكتسول كتقول دائما التوصل هو recibir. فواش ممكن نتوصل بهذه الشهاده عبر البريد. سيديفي ¿Puedo recibir el certificado por correo? ¿Puedo recibir el certificado por correo? ¿Puedo recibir el certificado por correo? Repite. سؤال آخر كتقول واش ممكن نسجل في حالة ما كنتي متزوج وعندك أبناء، واش ممكن نسجل الأبناء ديالي. هتلاحظوا معايا في الأول قلنا empadronarme. ملي كنت كنهضر على راسي empadronarme، ولكن هنا كنهضر على ولادي mis hijos. pues هاد الحالة ما نقولوش empadronarme a mis hijos. se dice empadronar a mis hijos. empadronar a mis hijos. ¿Puedo empadronar a mis hijos؟ واش ممكن نقوم بتسجيل أبنائي أيضا في السكن باش يكون عندنا واحد الوثيقة تثبت السكن. ¿Puedo empadronar a mis hijos؟ ¿Puedo empadronar a mis hijos؟ جملة موالية. واش غنحتاج شهادة الكراء أو عقد الكراء؟ واش غنحتاجو ملي غنطلب أنا هاد الوثيقة؟ واش ولا بغيت نقول واش كنحتاج عقد الكراء. سادسة necesito el contrato de alquiler. necesito el contrato de alquiler. necesito el contrato de alquiler. واش غنحتاج عقد الكراء. مثلا الا بغيت نسول ونقولوا واش كتقبلوا الفواتير كدليل زعما انني ساكن في المكان الفلاني. واش هذه aceptan. علاش قلنا aceptan وما قلناش aceptáis normalmente الا بغيت نقول شي واحد واش كتقبلوا هذه aceptáis. pero puesto que estamos en una oficina
بما اننا في واحد الاداره كنهضروا بصيغه الاحترام فكنقولوا ustedes aceptan facturas como prueba. الفواتير هنا الفاكتوراش كدليل زعما انني ساكن في المكان الفلاني. aceptan facturas como prueba. دونك بلا ما نعاود وقف الفيديو وحاول انك تعاودها اكثر من مره الا كان عندك اهتمام طبعا بالجمله او حتى بالموضوع باكمله. مثلا الا بغيت تقول انا كنسكن مع احد افراد العائله، يعني شي واحد من العائله انا كنسكن معاه. سي ديسي vivo con un familiar. vivo con un familiar. Un familiar es un miembro de la familia. vivo con un familiar. ايضا سؤال اخر، واش خاصني نقوم بتجديد شهادة السكن؟ واش خاصني نقوم بالتجديد؟ اذا التجديد هو renovar. اذا واش خاصني؟ debo renovar el empadronamiento. واش خاصني نجدد هاد الشهادة. debo renovar el empadronamiento. هنايا بغيت نسول على المدة اللي كتكون صالحة لها هاد الشهادة. تقريبا الشواهد الإدارية من المتعارف عليها أن كتبقى عندنا صالحة لمدة 3 أشهر، من بعد ما كتبقاش عندها مدة صلاحية، يعني ما كتنفعش، خاصنا نجددوها من جديد. إذا فكنسول كنقول cuánto dura el certificado. دونك هاد certificado شحال عنده المدة ديال الصلاحية. cuánto dura el certificado. دونك جملة مفهومة. عندنا فعل آخر هنايا. إلا بغيت نسول غادي نقول واش ضروري هاد الامبادرونامينتو باش نسجل ولادي في المدرسه. دونك باش نسجل ولادي في المدرسه واش خاصني ضروريه هاد الشهاده او لا. اذا التسجيل في المدرسه عندنا الفعل هو escolarizar. es necesario para escolarizar a mis hijos. es necesario para يعني كنهضروا على هاد الوثيقه من أجل تسجيل الأبناء في المدرسة. es necesario para escolarizar a mis hijos. دونك دائما باش غنعقل على شي جملة غنحاول نفككها. عندنا الفعل الأول escolarizar، كاين اللي عارفو كاين اللي ما عارفوش. إذا ما كنتش عارفو كنحاول نعاودو أكثر من مرة باش كنعقل عليه، في نفس الوقت كنفكر في المعنى ديالو، لان الا ما فكرتيش في المعنى وبقيتي كتعاود الكلمه غير هكاك انك باش تحفظها ولا بحال هكا كون اكيد انك غتنساها. ولكن الا فكرت في هذاك الفعل بالمعنى ديالو ما عمرك غادي تنساه. Pues el empadronamiento es necesario para escolarizar a mi hijo o a mis hijos igual. por ejemplo الا بغيتي تسول غتقول لهم اشنو غندير اولا شنو غيوقع في حاله ما بدلت العنوان اولا بدلت السكن، واش هاد الوثيقه كتبقى صالحه اولا لا. اذا في هاد الحاله كنقول ¿qué pasa si cambio de domicilio? ¿qué pasa si cambio de domicilio? ¿qué pasa si cambio de domicilio؟ اش غيوقع في حاله ما انا بدلت العنوان. جملة أخرى مثلا إلا كنتي ساكن مؤقت، انت في واحد البلاصة por ejemplo si vives con un familiar ولكن temporalmente بشكل مؤقت فقط ماشي دائما، ففي هذه الحالة كتقول لهم estoy alojado temporalmente. إذا فعل alojar هي كتسكن في شي بلاصة، ولكن هنا عندنا temporalmente فترة محددة. por ejemplo الا بغينا نسولو غنقولو واش ممكن انني نتسجل بلا كونتراتو، بلا عقد كراء مثلا. pues en este caso se dice puedo empadronarme sin contrato. puedo empadronarme sin contrato. puedo empadronarme sin contrato.
دابا شوفوا معايا هنايا الامبادرونار استعملنا مي لانني كنهضر على التسجيل ديال راسي، انا كنسجل راسي. اما ملي كنت كنهضر على انني نسجل الابناء ديالي فكنقول فقط empadronar en vez de decir empadronarme. puedo empadronarme sin contrato يعني بدون عقد. هنا كنقصدو contrato de alquiler. بويش كان هذا هو الدرس الاول من الكتاب تحت عنوان guía administrativo. الا بغيتو بطبيعه الحال نواصلوا هذه السلسله لان السلسله في غايه الاهميه كما قلت لكم في بدايه الفيديو. هادشي كيتعتمد عليكم. الا كان التشجيع، الا كانت التعليقات كلها كتقول انكم باغيين تستمروا في هذه السلسله وانكم هذا الفيديو غتعطيوه اهميه. الا كنتو بطبيعه الحال كما قلت في البدايه عندكم اهميه بهذا الموضوع فغتعطيوه اهتمام. غنتفرج في الفيديو اكثر من مره، غنعاود المصطلحات اكثر من مره، غنكتب المصطلحات جديده. دونك هكا كتكون العمليه ديال التعلم بالنسبه للناس اللي عندها الاراده غادي تتعلم. واش غنخلي لكم الرقم ديال الهاتف بالنسبه للناس اللي باغيين يتواصلوا بالنسخه بي دي اف او النسخه الالكترونيه على الرقم ديال الواتساب. حاولوا انكم تواصلوا معايا، كتبوا لي ميساج فيه مثلا انا مهتم بالكتاب بي دي اف باش غنعرف على اساس التواصل، واش على اساس الدوره او لا على اساس انك توصل بنسخه من الكتاب. السلام عليكم، نتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.